السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمسي على كل اخواتي الاهلاوية اللي منوريني دايما. اليوم النهاردة يوم تاريخي، يوم تاريخي لجميع العرب ولقارة افريقيا. بيسطروا المنتخب المغربي بتصدره لمجموعة في المونديال يا جدعان. ومع مين؟ مع المصنف الثاني عالميا منتخب بلجيكا، ومع وصيف كاس العالم اللي فات منتخب كرواتيا. فخر يا جدعان والله. وباذن الله زي ما قال كابتن وليد الركراكي يوصلوا لابعد مدى في المونديال باذن الله. بنسبه كبيره هيقابلوا منتخب المانيا، ومنتخب المانيا متفكك شويه. يا جدعان لو الفخر يكمل، لو الحلم يكمل باذن الله يصعدوا دور 8. خد يالا يا بائس يا محلي، انت فاكرني هنشغل عنك؟ يالا يا بائس يا محلي، ده انا وراك، ده انا وراك. انت لسه بتنقط يا اسطى. المغرب بتكسب والسعوديه بتكسب الارجنتين، وليله وانت في الطراوه بتتعادل مع المصري. يا بائس يا محلي، ده المصري رايح في داهيه السنه دي. انت يالا يا بائس يا محلي مش هتبطل ضحك، مش هتبطل نخلينا ما نضحكش. يالا يا بائس يا محلي، الحكم معاك والدنيا معاك وفاولات ما بتتحسبش، والحكم بيحضن احمد سيد زيزو وبيواسيه. يا عم فوق بقى، اكسب يا اسطى، نرشي العارضه. ما هي دي اللي ناقصه. اطلع بقى زيد بالعارضه بقى، اطلع قول يا العارضه واللي ضيعت نهائي القرن العارضه والقصه دي. ما هو ده اللي وراك يا بائس يا محلي. والمعيش بقى جو المؤامره. بس اقول لك ايه هي، يعني ايه المؤامره اللي فعلا انت فعلا في مؤامره من النادي الاهلي على الزمالك دي بجد؟ ايه هي المؤامره دي؟ ان لاعيبتنا وراكوا يالا، حتى بعد ما بيمشوا من عندنا يروحوا الجونه يخسروكوا دوري، يروح المصري احمد الشيخ يخسرك نقطتين ويتعادل. هي دي المؤامره الحقيقيه، ان لاعيبتنا وراك يالا يا بائس يا محلي. في فضايح تحكيميه يا جدعان بتحصل في الماتش وبرضه ما بتكسبش. انت عايز إيه تاني؟ بينافس بيراميدز على الضحك. البؤساء المحليين بيتنافسوا مع بعض على الضحك. بيراميدز الخامس والزمالك بيراميدز الرابع والزمالك الخامس. يالا يا بائس يا محلي، المركز التاني بيضيع منك يالا. المركز المحبب ليك يالا بيضيع منك يا بائس يا محلي. نعمل لك ايه تاني؟ الاتحاد يعمل لك ايه تاني؟ اتحاد الكرة يعمل لك ايه تاني يا بائس يا محلي؟ والاعلاميين يعملوا لك ايه تاني يا بائس يا محلي؟ هتهبط يالا، هتهبط وهتضيع. بس خليك انت مركز مع الخطيب والصفقات والرعاية. هتهبط يا بائس يا محلي ان شاء الله. قلت لكم الاهلي السنة دي جاي وبقوة، وباذن الله بكرة هنأكد لكم المعلومة ديت. يا بائس يا محلي، الف مبروك على التعادل.